بيكم متابعينا، احنا بتوع الملخصات. تخيلي كده لو صاحبتك المتريشة قالت لك خدي القرشين دول وروحي قابلي واحد بدالي لانه لازقلي وعايزة اطفشه. هتروحي الميعاد ده بقى وهتلاقي مديرك هو اللي بيقابلك. يا نهار احراج! تفتكري بقى هو ممكن يعمل ايه لما يشوفك؟ ده اللي هنعرفه لما نشوف مسلسل النهاردة. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ويلا بينا نبدأ. بيبدأ المسلسل على جانج الشيك قوي والمز قوي اللي بيكون راجع من أمريكا لسه طازة عشان يمسك إدارة شركة الأغذية بتاعة جده. وهو في المطار بيشوف إعلان لشركتهم وبيتعصب قوي لأن الإعلان بيكون يقرف ومش لايق خالص بمركز الشركة بتاعهم الكبير قوي. وبنشوف بعدها شين اللي بتبقى بتشتغل برضو في الشركة بتاعت جد جانج، وبتبقى رايحة لحفل الترحيب بمناسبة إن جانج هيكون هو رئيس الشركة الجديد. بس المفاجأة بقى إن جانج مش بيحضر الحفلة، تقيل برضو الواد، وبيبعت بداله المساعد بتاعه وبيقول في الحفلة إن الرئيس مش جاي وإن الحفلات دي ملهاش لازمة وتبذير أوفر وهو مش بتاع الكلام ده كله. أما جانج بقى بيكون رايح بعدها لمدير الدعاية والإعلام في الشركة وفجأة بيطرده. ولما جده بيعرف بيتضايق جدا لأن بارك مدير الدعاية ده يبقى ابن صاحبه. بس الجد بقى بيعمل حركة صايعة جدا وبيقوله لو عايزني أسيبك تتصرف زي ما تحب في الشركة انزل وقابل العروسة اللي أنا جايبها لك. أبوس إيدك يا ابني، أنا نفسي أفرح بيك. ومع إن جانج ما بيحبش السيرة دي بس بيضطر يوافق طبعا عشان جده يسيبه يتصرف في الشركة براحته. وبعدها بنروح لشين وبتكون قاعدة متضايقة لأن عليها ديون كتير قوي ومش عارفة تتصرف فيها، وبتتصل بيونج صاحبتها وبيتقابلوا في كافيه. وهم قاعدين مع بعض بيتكلموا أبو يونج بيتصل بيها وبيقول لها إن هو جايب لها عريس، إنما إيه حاجة تشرح القلب، وبيقول لها إنه حدد لها ميعاد وهتقابله بالليل. فيونج بتقول له يا دي النكد والعكننة، وبتبقى قاعدة مع شين وبيجي لها فكرة جامدة جدا بصراحة أحييها عليها. وبتقول لشين روحي الميعاد بدالي وكده كده العريس ما يعرفنيش، وحاولي كده تطفشي وتزحلقيه واعملي فيا خدمة. فشين طبعا مش بترضى، حقها ما هي ما تعرفش ان العريس هو المز بتاعنا، وبتقول لها احنا كبرنا بقى على الحركات دي. بس يونج بتقول لها انها هتديها مبلغ محترم قوي لو راحت بدلها المشوار ده، وشين بتوافق على طول البت المادية دي. بس الصراحة يعني عشان ما نظلمش شين هي بتبقى موافقة مضطرة بسبب الديون المتلتلة اللي عليها. وبعد كده شين بتروح هي ويونج عشان يشتروا بقى لبس وتتشيك بدل اللبس المعفن اللي هي لابساه ده، وبتظبط نفسها عشان الميعاد. وبالليل بتروح شين تقابل جانج كأنها يونج عادي جدا وبيسلموا على بعض. وفجأة المعلم بيديها الكارت بتاعه وبتتصدم لما بتلاقي عليه اسم الشركة وبتعرف ان هو ده الرئيس بتاعها الجديد اللي جاي من أمريكا. وبتقول في دماغها يا نهار اسود، يا رب الأرض تشق وتبلعني. وبتجري على الحمام على طول وبتقعد تتصل بيونج، بس يونج بيكون تليفونها مقفول. وبترجع له تاني وبتقول انا هتصرف بقى وهتعامل ويسترها ربنا. وبتفضل تتكلم معاه بطريقة وحشة قوي وتقول له مبدئيا كده انا مقطعة السمكة وديلها وليا علاقات بعدد شعر راسك الحلو ده. ومش بس كده، دي بتقوله انها بتصاحب بالتلاتة ولا اربعة في نفس الوقت. وسعت قوي منك دي يا شين. وبتقول في دماغها بس تمت عملية التطفيش بنجاح، بس بيفاجئها وبيفاجئنا كلنا وبيقول لها ان هو حب صراحتها قوي وانها مختلفة عن ناس كتير قابلهم قبل كده وانهم كانوا بيحاولوا يتجملوا في البدايات. وبعد ما بيخلص اللقاء ده بتقابل شين يونج وبيقعدوا مع بعض في مطعم، ويونج بتقول لها ان اكيد جانج عمره ما هيفكر فيها تاني بعد اللي هي عملته معاه، وبيبقوا فرحانين قوي. لو مش بس كده، ده بيروحوا يحتفلوا كمان. وبيتصل أبو يونج بيها وبتخرج يونج عشان ترد عليه، ولما بترجع بتكون متضايقة ومتعصبة قوي وبتقول لشين هو انتي هببتي ايه؟ ده جانج مصمم انه يتجوزك. وبيقول اخيرا لقيت فتاة احلامي. وتاني يوم شين بتروح على الشركة ولما بتيجي تركب الاسانسير بتلاقي جانج والمساعد بتاعه وكمان جده في وشها، فبتتخض طبعا لانها بتكون فاكرة ان المدير والطبقة الراقية دي ليها اسانسير لوحده غير الموظفين الغلابة دول. وبتحاول قد ما تقدر ان هي تخبي وشها عشان ما يشوفهاش ويعرفها. وهي خارجة من الأسانسير الكارنيه بتاع شغلها بيقع وجانج بياخده ويفضل ينادي عليها عشان يديهولها، بس هي مش بتلف وشها وبتمد ايديها زي الهبلة كده وبتاخد منه وهي مدياله ظهرها وبتاخد بعضها وبتجري على طول. أما يونج فبتكون بتشتري حاجات من السوبر ماركت وبيكون في نفس الماركت ده تشي المساعد بتاع جانج ودراعه اليمين،
ويونج بتنسى المفتاح بتاعها والمحفظة بتاعتها جوه السوبر ماركت، ولما بتلاحظ إنهم مش معاها بترجع عشان تجيبهم، وهوب بتخبط في تشا في لحظة رومانسية وسط الجبل، وبتقول بس هو ده فتى أحلامي اللي بدور عليه من سنين. وحقيقي يا جماعة يونج دي ذوقها عجيب جدا. وبعدها بتروح شين وبتقول لها ليونج إن العريس عاوز يقابلها، وبتطلب منها إنها تروح تقابله تاني، وبتقول لها إن كده هي هتنقذها لأنها مش بتفكر في الجواز ولا عايزة تتجوز جواز صالونات. وشين بتوافق عشان طبعا صاحبتها ما تزعلش. وبالليل فعلا بتروح للميعاد وبتقابل جانج وبتقول أنا مش عايزة أتجوز ولا حتى بفكر في الجواز، وبتسيبه وبتمشي من غير حتى ما يلحق الراجل ينطق، وبيروح وراها وبيقول لها إنه فعلا عايز يتجوزها وإنها تديله فرصة إنهم بس يتقابلوا 10 مرات. وصراحة يعني الراجل قنوع جدا، وبيقول لها لو ما حبتهوش في ال10 مرات دول يبقوا يبعدوا عن بعض. وحقيقي يعني يا جماعة أنا عن نفسي شفته مشهدين وعايزة أتجوزه دلوقتي. بس شين العبيطة بقى بترفض الطلب بتاعه خالص وبتسيبه وبتمشي، وبتقابل بالصدفة وهي ماشية في الشارع مينو صديقها، وبتبقى خايفة طبعا إنه يعرفها فبتخبي وشها وشكلها كده هتفضل مستخبية لآخر المسلسل. وبتفضل ماشية بالمنظر ده لحد ما بتلاقي نفسها دخلت عربية جانج بالغلط، وجانج بيقول لها هو انتي بتعملي ايه هنا؟ هو انتي مش لسه قايلالي ان انتي مش هتتجوزي ومش عايزة تشوفيني تاني؟ فبتقول له يا عم في ايه يعني، انا مش مهتمة بالموضوع ده خالص ولا بفكرة الجواز، وانا بس حبيت ان انا اكد عليك قوي يعني. فبيقول لها هو انت ليه مش عايزة تتجوزيني ورافضة الجواز مني؟ فبتقول له انت مش عاجبني كلك على بعضك كده، لا طريقة كلامك ولا تفكيرك ولا لبسك، والصراحة كده انت عامل شبه طائر البطريق. وبعدها بتسيبه وبتمشي، وبيفضل جانج متضايق ومصدوم جدا انها قالت عليه زي البطريق، وبصراحة يعني حقه يزعل، الواد قمر. وتاني يوم بتروح شين شغلها وبتبقى قاعدة مع أصحابها، وبتعرف زميلتها إن هي رايحة تقابل مينو صديقها، وبتكون شين بتحب مينو جدا من وهم صغيرين بس هو مش عارف. فبتروح لمكان مقابلته مع زميلتها وبتشوفهم مع بعض، وبتلاقيه كمان جايب لها هدية، فبتفهم إنهم بيحبوا بعض وإنهم مرتبطين من زمان، وبتتضايق جدا وبتروح على بيتها. وفي طريقها وهي مروحة بتشوف جانج وبتجري طبعا بسرعة عشان ما يشوفهاش، ومن كتر الجري بتقع على الأرض والشوز بتاعها اللي لابساه بيطير وبيخبط في دماغ جانج. وأول ما شين بتشوفه إن مناخيره بتنزف دم بتجري على طول، وهو بيفضل يجري وراها، ولما بتركب الأسانسير عشان تهرب منه بيوقف الأسانسير وبيديها الشوز بتاعها، ومفيش بصراحة رقة بعد كده، وبيقول لها وانت بتجري ليه؟ فبتقول له معلش اصل الشوز خبط فيك غصب عني وانا ما كنتش اقصد، ولما بصراحة لقيتك متعور اتوترت وجريت. فبيديها الشوز بتاعها وبيقول لها هو انت اللي عاملة الشغل ده كله؟ وطبعا ما يعرفش ان هي البنت اللي عايز يتجوزها لان شين على طول مغطية وشها بشعرها ولا افلام الرعب. وفي نفس اليوم بالليل يونج بيكون فاض بيها وبتقرر ان هي تروح تقابل جانج وتقوله ان هي يونج الحقيقية، بس القدر بيكون ليه رأي تاني لما بتخبط بعربيتها في العربية بتاعت تشا وبتنزل عشان تتكلم معاه، ولما بتشوفه بتفرح وقلبها بيطير من الفرحة لأنها طبعا معجبة بيه، وبتديله الكارت بتاعها وبتقوله يكلمها عشان تديله التعويض بتاع العربية. ولما بيلاقي اسمها يونج بتستغرب جدا وبيقول لجانج ان هو في يونج حقيقية، وبتعرف ان ده اللي صاحبتها راحت تقابله من فترة، وبتقرر ان هي تعترف له. وجانج بيقعد يتكلم مع يونج وبتقوله ان هي محبتش قصة جواز الصالونات دي خالص، عشان كده أجرت واحدة تروح مكانها الميعاد بمقابل يعني مادي، وإنها مش عايزة تتجوز بالطريقة دي نهائي. وبيقول لها طب مين اللي جت وقابلتني دي؟ فبتقول له يونج إنها ما تعرفهاش خالص ولا تعرف عنها أي حاجة ولا تعرف شكلها ولا تعرف اسمها، وإنها أجرتها أونلاين. بس طبعا جانج بيبقى حويط ومفتح وبيقعد يوقعها في الكلام ويلف ويدور لحد ما بيعرف في الآخر إن هي صاحبتها، وبيقول لها تخلي البنت دي تقابله تاني. وبتبقى يونج مش عارفة تتصرف ازاي بعد ما هو طلب منها كده. وتاني يوم يونج بتروح لشين البيت وبتصحيها من النوم وبتقول لها يلا بينا عشان نخرج نفك عن نفسنا شوية، وبتاخدها وبتروق عليها وبتجيب لها لبس وكمان بتوديها الكوافير، وبعدها بيروحوا مطعم وبيقعدوا ياكلوا مع بعض. وهناك بقى يونج بتديها لها في وشها وبتقول لها ان جانج
جاي كمان شوية لأنه مصمم إن هو يقابلك، وبتقول لها تأسفي له واقفلي الموضوع ده على كده، وبتسيبها وبتمشي. ولما شين شنطتها بتقع على الأرض وبتوطي عشان تلم الحاجة بتاعتها، جانج بيبقى جه وبيساعدها، وبيلاقي الكارت بتاع المطعم بتاع أهلها، وبيقعد يتكلم معاها وبتعرفه إن المطعم ده بتاعهم، وبتقوله إنها ما كانتش قابلة خالص إن هي تضحك عليه وإن هي تعمل نفسها يونج بدل يونج الحقيقية، بس هي عملت كده لأن هي كانت محتاجة فلوس لأن عليها ديون متلتلة، ويونج طبعا عرضت عليها مبلغ محترم وإنها وافقت عشان تاخد منها المبلغ ده، وبتعتذرله جدا عن اللي حصل، وبتقوله إن هي طبعا مش هتقدر تعوضه ماديا لأن حالتها زي ما انتوا شايفين كده، بس كل اللي هتقدر تقدمهوله هي إنها تساعده وتقف معاه في أي حاجة يحتاجها. وبياخد رقمها وبيقول لها انتي اسمك ايه عشان اسجل الرقم، فبتفكر كده وتقوله سجله جيون، وطبعا مش بتقوله ان اسمها شين عشان ما يعرفش ان هي الموظفة اللي شغالة عنده. ولما بيرجع جانج البيت بيقول لجده ان هو غير رأيه وانه مش هيتجوز يونج اللي اختارها له. وبالليل شين بتبقى نايمة وبيتصل بيها جانج وبيقول لها انه بيتصل بيها عشان يتأكد اذا كانت غيرت رقمها عشان ما يوصلش ليها ولا لأ، وبيقعدوا يرغوا مع بعض في أي كلام. وتاني يوم بقى في الشركة الجد بيقول لتشا إنه لغى كل المواعيد بتاعة الاجتماعات بتاعة جانج عشان عامل له لستة كده محترمة بمواعيد مع عرايس عشان ينقي منهم عروسة تشرح القلب. وجانج يعني أمه بيفضل طول اليوم يقابل في بنات وبيلاقيهم كلهم نفس الكلام ونفس اللبس، نفس التكبر ونفس التمثيل، وبيحس إنهم مملين على الآخر. ولما بيرجع لجده بيحور عليه وبيقول له بقى يا جدي أنا هقولك الحقيقة، بص أنا رجعت للإكس بتاعتي وبحبها جدا وخلاص هنتجوز. وبعدها بيروح جانج يقابل شين وبيقول لها أنا هعمل معاكي اتفاق، مثلي ان انتي حبيبتي قدام جدي وانا هديكي مبلغ حلو قوي عشان انا مش عايزه اروح اقابل عرايس تاني وبصراحه زهقت. وبيقول لها ان هي بالطريقه دي هتبقى صلحت كل العك اللي عملته معاه، بس طبعا شين بترفض الموضوع من الاول للاخر، وهما ماشيين بيفضل يتحايل عليها وشين بتفضل تفكر في الديون اللي عليها وإن المبلغ ده هيحللها كل مشاكلها، بس برضو في الآخر بترفض وبتقول أنا مش هقدر أمثل إن أنا حبيبتك لأني خايفة إن يحصل لي مشاكل في الشركة. وطبعا بتبقى قصدها إن هو مديرها في الشركة وإنه ممكن يعرف الحقيقة ويطردها. وتاني يوم بيروح جانج عند شين في بيتها وبيقول لها ان هي تنزله وبيتكلم معاها تاني وبيقول لها انهم هيعملوا مع بعض عقد عمل عشان تضمن الفلوس بتاعتها، بس برضو هي بتكون مصممة ومش عايزة خالص الموضوع ده وبتسيبه وبتمشي، وبيروح وراها فبتزقه قطع ايديها وبيكون جانج هيبقى هيقع خلاص وشين بتمسك ايده وبتقع معاه. وتاني يوم اخيرا بنلاقيها ان هي وافقت وبتروح عشان تقعد معاه وبيديها العقد بتاع ارتباطهم كده وكده، وبيقول لها ان هي لو ما عملتش اي بند موجود في العقد هتدفع شرط جزائي ضعف اللي كان هيديهولها. وشين بتبقى مترددة من حوار الغرامة ده بس بتضطر ان هي تمضي في الاخر لانها طبعا بتفتكر الدين اللي على قلبها. وبيقعد بقى معاها هو والمساعد بتاعه وبيرسوها على الدنيا كلها وبيقولوا لها كل كبيرة وصغيرة طبعا عن جانج لأنها لما هتقابل جده ممكن يسألها أي سؤال مفاجئ، وعشان تبقى عارفة ترد ومحضرة نفسها كويس جدا عشان طبعا ما يحصلش لخبطة والجد يقفشهم. وتاني يوم بتبقى قاعدة يونج بتتغدى مع أبوها وبيقول لها إن هو محدد لها ميعاد تاني النهاردة مع عريس جديد، بس يونج بترفض وبتقوله إنها مش عايزة تتجوز بالطريقة دي ومش عايزة كمان تعيش نفس المأساة اللي أمها عاشتها، فبيقول لها خلاص طالما مش بتسمعي كلامي بيتي ده ما تقعديش فيه وروحي بقى شوفي لك خرابة اقعدي فيها. وفعلا يونج بتلم حاجاتها وبتمشي، بس قبل ما بتمشي ابوها بيسحب منها الفيزا والفلوس والعربية وبيقول لها وريني بقى تتصرفي ازاي. ولما بنروح للشركة بنعرف انهم بيدوروا على طباخ جديد عشان المواد الغذائية بتاعتهم بدل الراجل اللي مشى، وبيقترحوا زمايل شين انهم يجيبوا مينو وانه يبقى الطباخ الجديد عندهم لان المطعم بتاعه اكله حلو قوي. وبتروح له شين المطعم وبتقعد تعمل سيشن للأكلات بتاعته. وتاني يوم لما بتروح الشغل بتوري المديرة بتاعتها الشغل اللي عملته فبتقول لها ايه الجمال ده، اطلعي بقى زي الحلوة كده وقدمي العرض ده للمدير لان انت هتعرفي توصلي له الافكار بتاعتك كويس. وشين بتكون خايفة جدا طبعا جانج ان هو يعرف ان هي اللي بيقابلها كل يوم، وبتروح عشان تحضر الاجتماع وبتلبس الكمامة على وشها وبتقول يا جماعة معلش اصلا عندي انفلونزا. وبعدها بتقدم العرض بتاع مينو وبتوريهم الأكلات اللي هو بيعملها وكلهم بيعجبوا قوي بالشغل بتاعها.
وبالليل شين بتروح عشان تقول لمينو اللي حصل في الاجتماع، وبتلاقي معاه حبيبته وبتتصدم جدا لما بتشوفهم سوا، وبتزعل وبتاخد بعضها وبتروح تقعد في محطة الأتوبيس، وبتكون مقهورة قوي من جواها، وبتقول في دماغها كده يا بت يا شين، الواد مينو ده طول عمره معجب بالبت دي وكمان كان بيهتم بيها، بس الصراحة أنا متخيلتش إن الموضوع هيتطور كده لدرجة الارتباط. وهي قاعدة بتكلم في نفسها الأتوبيس بيعدي بس هي مش بتاخد بالها، ولما بتقوم عشان تلحقه بيخبطها واحد وبيوقع كل الورق اللي معاها، وبتفضل تعيط. وفي الوقت ده جانج بيكون بيتصل بيها والتليفون بيرد بالغلط، وجانج بيسمعها وهي عمالة تعيط بحرقة في الشارع، وبيقلق قوي ومش بيبقى عارف هي ايه اللي حصل لها. وتاني يوم بياخد جانج شين بالعربية عشان هيقابله جده في اليوم الموعود، ولما جده بيشوف شين بيفرح قوي ان حفيده اخيرا هيتجوز ومش بيحور عليه، بس مش بيعجبه كده طريقة لبسها ولا مكياجها، وبيقعد يبرطم بالكلام. وبعدين شين بتروح مع جد جانج عشان يتغدوا سوا، ولما بتكون قايمة تدخل الحمام شنطتها بتقع كالعادة وبيبقى فيها تذكرتين لحفلة غنى، وبالمناسبة المغني اللي هيغني في الحفلة دي شين بتموت فيه، وبنعرف ان اللي مديها التذاكر دي هو مينو عشان عيد ميلادها. ولما الجد بيشوفهم كده وبيلمحهم بيقول بس دي جايبة التذاكر دي عشان راح تروق مع حفيدي، الواد حلو الصراحة وما يسبش، وبيدبسهم وبيقول لهم أنا بنفسي هوصلكم لحد الحفلة. وفي نفس الوقت بتكون يونج قاعدة في شقتها المتواضعة اللي أجرتها، وبتكون شقتها بقى بالصدفة جنب شقة تشا، يا محاسن الصدف. وبتشوف يونج صرصار على الأرض وبتخاف جدا، حقها البت بصراحة فرفورة، وبتخرج بره وبتلاقي تشا، وبعدين بيساعدها وبيقتلها الصرصار، وبتحاول يونج إن هي تلطف الجو معاه بس بيكبسها وبيقول لها انا ما اقدرش اثق في واحده زيك، انت كدبتي على جانج، وبيسيبها وبيرجع لبيته. وبالليل الجد بيوصل شين وجانج للحفله، وواضح كده انه مصمم وبيفضل مستني لحد ما هما يدخلوا عشان طبعا ما يخرجوش تاني. وفي الحفله بقى المغني بيكون بيقرا الاهداءات اللي كتبها له المعجبين بتوعه، وبيبقى من ضمنهم رساله من مينو اللي بيقول فيها انه بيشكر صديقته وعشرة عمره على وقفتها جنبه، وطبعا بيقصد شين، وبيقول كمان انه بيتمنى انها تكون بتحضر الحفلة دي مع الشخص اللي بتحبه. ولما شين بتسمع الرسالة بتفضل تعيط، وجانج بيديها منديل وبتقلبها دراما على الاخر. وبعد الحفلة بيتمشوا سوا، وشين بتقوله انها فضلت تحب صديقها ده سنين وسنين، وفي الاخر ارتبط بواحدة تانية، وبعدها بيروحوا يتعشوا سوا. وشين بيجيلها مكالمة وبتبقى بتتكلم في التليفون، فالكرة بتترزع في وشها وعينيها بتورم قد البرتقانة، وجانج بيحاول يساعدها وبيقعد يتكلم معاها، وشين بتقوله ان هو بدل ما يدخل في علاقة كده وكده يروح يدورله على حب حقيقي، لان الكذب والتحوير مش هيفيده. وقبل ما شين ما بتمشي بتديله الهدية اللي اخدتها في الحفلة، وبتقوله هي ما تعرفش الهدية دي فيها ايه، بس اكيد يعني هيكون فيها حاجة حلوة وهتعجبه. ولما جانج بيرجع للبيت بيفتح الهدية وبتبقى دبدوبين صغننين كده وشكلهم كيوت قوي. وتاني يوم لما شين بتصحى بتلاقي عينيها ورمت وقفلت على الآخر، وبتبقى قلقانة طبعا لأن جانج لو شافها بالمنظر ده هيعرفها على طول، لأنها وقت ما اتخبطت كانت معاه. ولما بتروح الشركة بتقابل جانج في الأسانسير، بس بيبقى مش واخد باله ومسقط خالص. وبعدين جانج بيروح عشان يدوق الأكل اللي مينو عمله وبيعجبه قوي. وبالليل شين بتبقى قاعدة مع مينو في المطعم بتاعه، ومينو بيسألها ايه رأيك في الحفلة ورحتي يا ترى مع مين، فبتقول انا رحت مع واحد قابلته بالصدفة. ومينو بيتضايق كده وبيقول لها هو مين ده بقى، وانا عايزة اشوفه وعايزة اتعرف عليه وعايزة اشوفه اذا كان كويس ولا لا عشان يعني يطمن عليها، وبيفتح لها تحقيق. فبترد عليه وبتقوله ما تفكرش فيا وخليك في حبيبتك وحياتك. ولما شين بتدخل الحمام وبترجع بتلاقي مين واقف مع جانج اللي بيكون رايح له عشان يشكر له في اكله الجامد قوي، وهي بتتسحب كده وبتمشي من غير ما يشوفها. ومينو بيتصل بيها، وجانج بيلاحظ ان الاغنيه اللي صاحبته حطها كل تون هي نفس الاغنيه اللي شين عيطت عليها في الحفله. وشين بترد على مينو وبتقوله ان حصل مشكله في مطعم امها وانها لازم تروح لها حالا. وبعدها شين بتروح ليونج في المطعم اللي بيتقابلوا فيه، ويونج بتقول لها ان الشاب اللي شافته في السوبر ماركت وعجبها طلع ساكن في الشقه اللي جنبها، وكمان بيشتغل مساعد لجانج، وان هو بيتجنبها خالص ومش عايز يتكلم معاها عشان الموقف اللي حصل ما بينهم زمان. وبتبقى زعلانه جدا وبتقول لها ان هي لازم تاخد بالها لو جت عندها انه ما يشوفهاش، لانه طبعا هيعرف هي مين وبتشتغل في ايه. وتاني يوم في الشركه
الشركة بتكون عاملة رحلة عشان هيصوروا إعلان جديد، وبيبقى جد جانج معدي من عند موقع التصوير وبيشوفهم وهما بيصوروا، فبيقول لما يدخل يشوف الدنيا ماشية ازاي. ولما شين بتشوفه بتقلق جدا، وبعدها جانج بيتصل بيها والتليفون بيكون جنب جده، فبتروح تاخده وهي مغطية وشها بشعرها كالعادة. وبعد كده بتروح الحمام عشان ترد على جانج، وبيقول لها خدي بالك الأسبوع اللي جاي الذكرى الأولى لارتباطنا كده وكده، وإننا هنتم سنة مع بعض، وجدي عرف الموضوع ده وعايزنا نشوف بقى هنعمل إيه في اليوم اللذيذ ده. وفي الوقت ده الجد بيبقى مزنوق وعايز يخش الحمام، وما بيبقاش فيه غير حمام واحد بس في المكان كله. ولما بتعرف ان الجد بره بتبقى قلقانه قوي وبتقول خليني جوه احسن. ولما الجد بيزهق بيحاول يفتح عليها الباب وهي بتخرج، والجد بيبقى رجله هتفلت وبيقع، فبدل ما هي تمسك الراجل الكبارة وتلحقه بتروح مغطية وشها بايديها، والجد بيقع في المية والطينة. وبعدها بيغير هدومه وبيمشي من كسفته. وبالليل بيتصل جانج بشين وبيقول لها انه قدام البيت بتاعها وانها تطلع له عشان عايزها في حاجة مهمة. وبتطلع له وبنلاقي المنظر المضحك اللي انتوا شايفينه ده، وانها لابسه خوذه على دماغها، وبتقول له انها قالت لاهلها انها راح تسلم اوردر ديليفري، يعني جايه له بلبس الشغل، وبيبقى جايب لها كريم عشان الموضوع اللي حصل في عينيها ده، وبيديهولها وشين بتاخده وبتديله الاكل اللي اخدته من المطعم على اساس يعني ان هي هتوصله. وبعدها بتمشي، واول الاسبوع بيجي وجانج بيقابل شين وبيروح عشان يجيب لها فستان جديد كده وبتبقى اخر شياكه، بس الفستان اللي بيعجبهم بيبقى صغير وضيق، بس طبعا احنا البنات بنكابر واشترت الفستان. وبيروحوا يتعشوا في مطعم من سلسلة المطاعم بتاعت جده، اوعدنا يا رب. اما يونج بقى فبتشوف تشا عند البيت بتاعها بس بيطنشها، وبيبقى في جار ليها كده لذيذ وبيحاول ان هو يتقرب منها. ولما يونج بترجع على البيت جارها بيروح لها وبيديها هدية، قال يعني هو بيرحب بيها انها سكنت جنبهم جديد، وبيقول لها انه عاملها بنفسه وانه مهندس ديكور شاطر جدا، والاباجورة دي معمولة على اسمها مخصوص. اما شين فبتبقى في المطعم وشنطتها لما بتقع كالعاده احنا خلاص بقى اتعودنا بتوطي عشان تجيبها، وهوب الفستان بيتقطع، وجانج بياخد باله وبيقف وراها عشان يداريها. وبنعرف ان المناسبه دي عدى عليها سنه وان بقالهم سنه مرتبطين كده وكده. وبعدها بيروح وبيوصلها عند البيت، وشكله كده انه بدأ يحبها، وبيبص في عربيته بيلاقي محفظتها وبيشوف البطاقه بتاعتها وبيتصدم لما بيلاقي اسمها. وشين بتكون قاعدة مع أهلها ومينو بيكون في المطعم، وأخوها بيجي وبيديها المحفظة بتاعتها وبيقول لها إنه لقاها قدام المطعم. ولما جانج بيروح بيبقى متعصب ومتعفرت وعلى آخره منها، وبيقول إزاي البت المفعوصة دي تضحك عليا وطول الوقت كانت قدامي في الشركة وأنا مش واخد بالي، وبيبقى متنرفز وزعلان جدا، وبيقرر إن هو ما يقولهاش عشان يعرف ينتقم منها كويس قوي. وتاني يوم بيقابل جانج شين وبيفضل يسألها معلومات عن الشغل بتاعها والشركة بتاعتها وايه اسمها وتخصصها ايه. ولما بتقوله انت بتسأل كده ليه فبيقول لها يا ستي عايز اعرف كل حاجة عنك زي ما انت تعرفي كل حاجة عني. وبيفضل يطلب منها انها تقابله، وبيعمل اجتماع في الشركة لمدة قصيرة جدا عشان طبعا ما تلحقش ان هي تروح، وعشان كمان يعطلها عن الاجتماع. وفي الشركة بيطلب جانج من شين انها تعيد كل الاكل اللي عملته، مع انها بتكون عاملاه بطريقة تحفة، والمساعد بتاعه بيقوله انت بتعمل كده ليه، فبيقوله انه عرف ان هي اللي بتقابله على اساس ان هي حبيبته، وانه مش هيقول لها دلوقتي وهيفضل يقدر فيها كده حبة حلوين. وبيقوله انها لازم تعرف انها لعبت مع الاسد، وان مش جانج اللي يضحك عليه بالسهولة دي. وكل ما شين تعيد في الأكل وتوريهوله يطلب منها تعمله من أول وجديد، وبتفضل تعيد وتعيد لحد ما بتزهق. ولما بيشوفها مع مينو في الشركة بيتضايق قوي، وبعدها بيقابلها في المطعم وبيقول لها ان هو عايزها تحضر الحفلة بتاعت الذكرى السنوية للشركة لان جده طالب انه يشوفها. وشين بتحاول ان هي ترفض وبتقعد تقول في حجج كتير قوي، بس طبعا هو بيقول لها ان انت لازم تحضري، وهي بتقول انا ازاي مفروض يعني احضر كشين الموظفة واحضر كشين حبيبته، بس هو بيقول لها هتحضري يعني هتحضري، وتقريبا كده حطها في ورطة. وبيصمم ان هي تيجي وبيقول لها لو ما جيتيش هتدفعي الشرط الجزائي اللي في العقد، لان انت كده نفذتي طلب من طلباتي،
وبتروح عشان تقابل يونج وبتقول لها الورطة اللي هي فيها وبتقول لها أعمل إيه في المصيبة دي. وبعدها بتروح تبات عند يونج. وتاني يوم بيشوفوا هدية الجار المعجب اللي بتبقى عبارة عن أباجورة كيوت قوي، ويونج بتحطها في الريسبشن. وبعدها شين بتروح على الشركة وبتعرف من زمايلها إن شغلها الفترة الأخيرة عاجب المدير قوي، لدرجة إيه بقى خدوا الكبيرة إنه عايز يكافئها في الحفلة بتاعت الذكرى السنوية للشركة وكمان هيكرمها. فبتقول يا ليلة سودا، هو أنا هروح الحفلة بمنظرين إزاي؟ ويسكت بقى المعلم جنجة على كده؟ لا طبعا، ده بيروح بقى الدعوة لأهلها كمان وبيقول لكم بنتكم المصونة هتتكرم في حفلة الشركة ولازم تيجوا وتحضروا. وبيفكر كده في منظر شين يومها وبيبقى مبسوط قوي. مش سهل جنج ده برضو يا جماعة. وتاني يوم بيحصل لشين مشكلة في الشغل لما بتغف شوية كده وهي سايبة الأكل على النار فبيتحرق، وجنج بيقدرها وبيبقى فرحان فيها قوي إن هي محتاسة الحوسة دي. وبعدها بقى بتقول لما أروح أروق مع أصحابي شوية، وبيفضلوا يشربوا لحد لما يبقوا مش شايفين قدامهم. وبعدها شين بتقعد وتربع في الحديقة وبتتصل بجانج وبتقوله هي ايه الغرامة اللي انا هدفعها لو ما جيتش الحفلة، وبيعرف من طريقة كلامها انها شاربة كتير جدا. وبعدها شين بتتخانق مع شوية عيال قاعدين بيشربوا في سجاير، ومرة واحدة بتقع وجونج بيبقى سامع كل ده في التليفون وبينزل من بيته جري وبيفضل يدور عليها لحد ما بيلاقيها نايمة في الشارع. ولما بتشوفه بتفكر نفسها بتحلم وبتقوله تعالى بقى لما أقولك سر في الحلم لأني مش هقدر أقولهولك في الحقيقة. وبتقرب منه وبتقوله خد بقى عندك، أنا شين الموظفة اللي بشتغل معاك. وبتتأسف له على اللي حصل وإنها كذبت عليه. وبعدها بيجي مينو عشان ياخدها وبيمشي جانج قبل ما مينو يشوفه. وتاني يوم شين بتصحى على رسالة قنبلة وجانج بيقول لها انتي مطرودة من الشركة. فطبعا بتصدم وبتكلمه تفهم هو عمل كده ليه. فبيقول لها بقولك ايه، انتي مطرودة وانا مش هكمل في اللعبة البايخة دي. وهي طبعا ما بتبقاش مصدقة اللي بيحصل. وبعدها جانج بيسافر لرحلة شغل كبيرة جدا وبيبقى قاصد انه يعمل كده عشان ينساها، بس بيحصل العكس. وطول السفرية بيقعد يفكر فيها وبيبقى متخيل ان هو شايفها في كل حتة. وبعدها شين بتتصل بجد جانج وبيطلب منها ان هو يقابلها، ومش بيبقى عارف ان هم خلاص سابوا بعض وبتتفق معاه انها هتقابله. ولما بنروح ليونج بتكون قاعدة في بيتها بس بتسمع صوت كده جاي من شقة تشا وبتقرب من حيطة عشان تسمع كويس، فبتخبط في الأباجورة من غير ما تقصد وبتوقعها وبتتكسر. ولما بتبص فيها بتلاقي جواها كاميرا وبتشوفها وبتعرف ان جارها الواطي كان بيصورها كل ده. وبتاخد الأباجورة والكاميرا وبتقول والله لهبيتك في الاسم النهاردة. بس وهي نازلة بتقابل جارها تحت البيت وبيشوف معاها الأباجورة فبيقول لها هو في حاجة؟ فبتقوله لا أبدا دي اتكسرت وأنا رايحة أصلحها. فبيحاول ياخدها منها بس تشاب يجي في الوقت المناسب وهو بيزق يونج على الأرض وبياخد الأباجورة وبيجري. فبتقول لتشا اجري وراه، ده كان زارع لي كاميرا في البيت. وبيفضل يجري وراه لحد ما بيمسكوا وبياخدوا بعض كلهم وبيروحوا على الاسم. وبعدها تشا بيتصل بجانج وبيقول له انت فين؟ فبيقول له انا رايح العشاء اللي جدي عاملهولي وخلاص على باب الفيلا. فبيقول له الحقني انا في الاسم. ولما جانج بيكون واقف قدام الباب بيلاقي شين جايه فبتقول له ما تفهمنيش غلط، انا جيت بس لان جدك طلبني. فبيقول لها بعدين يا شين نتكلم، يونج وتشاي موجودين في الاسم ولازم نروح لهم دلوقتي. فشين بتتصدم جدا لما بتلاقيه بيقول لها يا شين، وده طبعا اسمها الحقيقي. وبتقول له هو انت عارف ان انا شين الموظفه عندك؟ فبيقول لها طبعا عارف، انا عارف بقالي فتره ويلا بينا نروح الاسم وبعدين يتكلموا. وبعدها بيروحوا فعلا الاسم وبيعملوا محضر في جارهم الواطي. ولما شين بترجع البيت بتقعد تربط الأحداث كلها ببعض وبتفهم إنه كان بيقدرها كل ده عشان عرف إنها كذبت عليه. وتاني يوم في الشركة بتقعد تتهرب من إن هي تشوفه وبتتجنب خالص إنها تقابله. أما جانج فبيقول للمساعد بتاعه تشا إنه بيحب شين من أول مرة شافها فيها وإنه وقع في غرامها من أول وقع عن شنطتها على الأرض، وإن مش فارق معاها اسمها إيه ولا بتشتغل إيه، المهم روحها وشخصيتها. وبيقوله إن هو هيقول لها إنه بيحبها وإن هيريحها من العذاب اللي هي فيه. وبيروح فعلا ويشتري لها سلسلة كيوت قوي هدية. وبعد الشغل بتروح عشان تقابله بعد ما هو طلب منها كده، وبتفتكر بقى إنه هيقول لها هو أنت ليه بتيجي الشركة بعد ما أنا ما طردتك؟ وبتبقى جايبة معاها الاستقالة بتاعتها وبتقول يا بت امشي بكرامتك أحسن لك. وبتقول أنا ما عملتش كل الحوارات دي وأنا عارفة إن أنت رئيسي في الشركة من البداية، وكمان لما مضيت معاك العقد بتاع الارتباط المزيف ده كان بسبب الديون اللي عليا. وبتديله الاستقالة وبتقوله لو عايز تمشيه تمام بس أنا بترجاك
شوف شغلي واحكم عليه، وبتوريله كل شغلها في الشركة، واللي بيبقى طبعا شغل جامد ومنسق جدا ومفيهوش أي غلطة. ولسه جانج هيقاطعها، بتكمل كلامها وبتقوله أرجوك احكم عليا بشغلي مش باللي حصل ما بينا، وبتقعد تتكلم ومش بتديله فرصة إن هو يقول أي حاجة. وتاني يوم بتروح تقعد مع زمايلها بتوع الجامعة من زمان، وبيفضلوا يغلسوا عليها وبيقولوا لها يا ترى بقى انتي ارتبطتي ولا ايه. فيونج الصحبة الجدعة بتقول لهم ده شين مرتبطة بحتة شاب وسيم وغني بيموت فيها، وهيخرجها آخر الأسبوع ده خروجة جامدة جدا. ومينو بيزعل قوي وبيقول لها هو ده نفس الشخص اللي انتي روحتي معاه الحفلة؟ فبتقول له اه. وطبعا حبيبته بتبقى قاعدة جنبه وبتاخد بالها من ان هو متضايق وغيران وبتتعصب قوي. وشين لما بترجع للشركة بتروح لجانج المكتب بتاعه وبتلاقيه بيقطع الاستقالة بتاعتها وبيقول لها انا مقدرش ان انا استغنى عن موظفة كفء زيك، وان انت شغلك فعلا ممتاز. وبيقول لها ان احنا لازم نتقابل بعد الشغل. وبعد ما بيخلصوا شغل بياخدها عشان يوديها السينما، فبتقول ماشي اكيد هيوريني حاجة عن المواد الغذائية بتاعت شركتنا. وبتلاقي الراجل صراحة صارف ومكلف وحاجز السينما كلها ليهم، وبينام في السينما وبتسيبه وبتمشي. وبعدها بيروحوا عشان تصوير الإعلان بتاع الشركة، وجانج بيقول لها إن جده رجع تاني يتكلم في موضوع العرايس وإنه عايز يقابلهم، وكمان بيقول لها إنه هيقوله إن هما سابوا بعض عشان بعد شوية يعني يقدم له شين ويقوله إنه هيرتبط بيها وإنها الموظفة عندهم. فبتقول له بقول لك إيه، فكك مني والموضوع ده فاشل وإحنا عمرنا ما هنرتبط ببعض، اسمع كلام جدك أحسن لك. بس جانج طبعا ما بيهموش الكلام ده وبيقرب منها وبيبان إنه بيحبها قوي. وشين بتقوله اعتبر مفيش أي حاجة حصلت ما بينا وبتسيبه وبتمشي. وتاني يوم بيقابل شين وبيقول لها انت لازم تعوضيني عن اللي حصل ده، وبياخدها المطعم غالي قوي وبيقول لها عزميني بقى على أكلة جامدة. بس في الآخر روح الجنتلمان اللي جواه بتطلع وبيحاسب طبعا لأن هو عارف إن شين كحيانة ومعهاش فلوس. وبعدها بياخدها ويروق عليها في الملاهي وبيقول لها احنا هنقضي اليوم كله هنا عشان يعني نغير نفسية من الحوارات اللي حصلت. والغلبانة طبعا بتوافق وبيقعدوا يلعبوا طول اليوم. بس فجأة أهل شين بيتعبوا وبيكلموها وبيقولوا لها إن مامتها اتعورت وبتجري عشان تروح لهم بسرعة. وجانج طبعا بيروح معاها ومش بيسيبها. ومين وهو في البيت عند شين بيدخل عشان يجيب حاجة من أوضة شين وبيلاقي عقد الارتباط الوهمي بتاعها هي وجانج. ولما بترجع شين مع جانج على البيت مينو بيبقى مستنيهم وبيتخانق مع جانج وبيمسكوا يضربوا، وشين بتاخد مينو وبتمشي بيه بعيد عشان طبعا بيكون في عربية بوليس وهي مش عايزة مشاكل وفضايح لجانج. وبعدها بتقعد مع مينو وبتقوله خلي بالك جانج بيحبني وان انت ملكش حق ان انت تتدخل في حياتي، ركز في حياتك احسن لك. وهو بيروح يعتذر لجانج وشين بترجع على بيتها وجانج بيروح بيته وبيكون غيران جدا من مينو. وتاني يوم في الشركة بنشوف الجد قاعد في المكتب مع جانج وبيقوله بما انك بقى سنجل دلوقتي قابل العروسة اللي انا جايبها لك النهاردة. والمفاجأة ان جانج بيوافق. وفي نفس اللحظة شين بتبقى قاعدة مع زمايلها وبتعرف منهم ان جانج رايح يشوف عروسة. واضح كده ان الشركة دي مش بيستخبى فيها اي حاجة. وبتزعل شين جدا بس بتقول لنفسها اجمدي يا بت كده وكلميه. وفعلا بتكلمه وبتقوله انها بتحبه وانهم يجربوا يكملوا سوا يمكن ينجحوا. بس بنعرف ان الواد اصلا ما كانش رايح في حتة وانه قاعد مستنيها عند البيت وانه رايح يعترف لها بحبه. ولما بيقول لها الكلام ده شين بتوافق على طول وبتقوله انها هتعوضه عن كل حاجة وحشة حصلت ما بينهم. وواضح طبعا التعويض زي ما انتوا شايفين. وتاني يوم الصبح بيعدي جانج على شين عشان يروحوا كده يفطروا ويروقوا نفسهم قبل الشغل. مش بس كده، ده القمر بيطبخ لها بايده كمان، يا ريتني كان اسمي شين. وبيتفقوا انهم مش هيقولوا لحد على العلاقة بتاعتهم دي، مع ان جانج مش فارق معاه الموضوع ده خالص، لدرجة انه بيبقى قاعد في الاجتماع وهو سرحان وهيمان كده وعمال يكتب اسم شين في الورقة. وبعدها شين بتبقى خارجة مع زمايلها في الشغل وجانج بيقابلهم في الأسانسير وبيعرف هما رايحين على فين وبيبرشط ويروح معاهم. ولما بيروحوا يقعدوا مع بعض الموظفين بيبقوا كده مش مرتاحين ومقلقين من قعدة المدير بتاعهم وسطيهم، بس مع الوقت بيتأقلموا وبياخدوا راحتهم وبيتعاملوا عادي. ولما بييجوا يمشوا جانج بيقول لشين انه هيوصلها، ولان كوريا اوضه وصاله جده بيكون معدي من عند المطعم اللي كانوا قاعدين فيه وبيشوفهم مع بعض وبيفكر كده وبيقول يا ترى جانج بيحب الموظفه بتاعته. بس لما بيلاقي باقي الموظفين راجعين، وده طبعا لان موبايل زميلتهم نسيته في المطعم، بيقول انا ظلمت الواد حفيدي ده وان اكيد عنده اجتماع مع الموظفين بتوعه وانا بس اللي خيالي واسع حبتين.
وتاني يوم شين بتخرج مع جانج وبتبقى جايبة معاها شمسية لأنها عارفة إن جانج مش بيحب المطر ولا بيطيقه، وبعدها بتستأذن منه لأنها بتكون رايحة لجده لأنه عايزها ضروري جدا. ولما بتروح له بنعرف إن الجد السوسة عارف كل حاجة وعارف كمان إنها مرتبطة بجانج. ولما جانج بيعرف إن شين قاعدة مع جده بيجري بأقصى سرعة بالعربية وهوب بيعمل حادثة. وفي نفس الوقت بيكون جده بيقول لشين إنها تبعد عن جانج خالص عشان هو مستوى وهي مستوى تاني. وفي اللحظة دي بيجيله مكالمة وبيعرف إن جانج في المستشفى وإنه عمل حادثة وبيجري على المستشفى وشين بتكون معاه وبنلاقي جانج زي الجن وحصل له بس شوية كدمات مش أكتر من كده. وبيقول له يا جدي أنا بحب شين وعايزة اتجوزها، وإنه كان بيغصب عليه إنه يقابل عرايس ما يعرفهاش، معقول يعني هيقف قدام حبه؟ بس جده بيقف فعلا قدام حبه وبيرفضها. وبعدها شين بتمشي وبتقابل صاحبتها وبتوصلها، وهم في الطريق الدنيا بتمطر فبترجع على طول لجانج لأنها عارفة إنه مش بيحب المطر زي ما قلنا قبل كده. وبيقعدوا سوا وجانج بيقول لها أنا أول مرة مكرهش المطر، وبيقول لها عارفة ليه أنا مش بحبه؟ لأن مرة وأنا صغير بابا وماما أخدوني عشان يفسحوني والدنيا كانت بتمطر جدا وبسبب المطر عملوا حادثة وماتوا، ومن يومها وأنا متعقد من المطر. وبتفضل شين معاه طول الليل ومش بتسيبه. وتاني يوم بتقابل يونج وبتوريها زميلتها اللي مطلعة عليها إشاعات وبتقول إنها خطفت حبيبها مينو منها وإنها من زمان وهي بتحبه، وبتقول كمان البت شين دي بتاعت رجالة خطفت حبيبي وهي مرتبطة بمديرها في الشغل. وطبعا كلامها ده بيبقى مشكلة وصدمة لشين. وتاني يوم في الشغل بتروح شين المكتب بتاع جد جانج لأنه بيكون عايزها هناك وبيعرض عليها إنها تتنقل للفرع التاني بتاع الشركة عشان تبعد عن جانج لحد ما الإشاعات دي تهدى. وطبعا جانج بيكون في المستشفى والتمريض بيقول له الخبر لأنه رجل أعماله مشهور والناس كلها عارفاه، وبيتكلم مع جده وبيقول له إن شين ملهاش علاقة بالإشاعات دي خالص وأنا هتصرف لوحدي ومش هسيبها أبدا مهما حصل. وفي نفس اليوم بالليل بيتقدم تشال يونج اللي بتنشكح قوي وبتوافق على طول من غير تفكير. وبعدها شين بتكلم جانج وبتقابله وبيفرح جدا لما بيشوفها أخيرا بعد محاولاته الكتيرة إنه يقابلها، وبتقعد معاه في بيته لحد تاني يوم وبيروح لها بعد كده بيتها وبيطلبها من أبوها وأمها وبيقول له يا عمي أنا عايز أطلب إيد شين، وبيقول لهم أوعدكم إني هساعدها وهخلي بالي منها. وبعدها شين بتروح لمينو وبيفاجئها وبيقول لها إن هو هيسافر وهيقفل المطعم وهيجيب ظرفه وإنه عايز يبعد عن كل المشاكل، وبيتأسف لها لو كان في يوم زعلها وبيقول لها إنها هتفضل أجدع صاحبة ليه. وبعدها جد جانج بيحور عليه وبيمسك قلبه كده وبيقول يا قلبي الحقوني بموت عشان طبعا يستعطف جانج ويخليه إن هو يسيب شين. ولما بيروحوا على المستشفى شين بتروح تعمل الواجب وبتقعد تساعد في الجد وهو بيقول في باله البت دي شكلها جدعة وانا فهمتها غلط. والدكتور بيقول لجانج ان جده كويس بس محتاج يركب دعامة صغيرة في القلب وانها الافضل ان هي تتعمل بره كوريا، وجانج اكيد طبعا هيسافر مع جده فبيقول لشين تعالي معايا، فبتقوله لا انا مش هينفع وانت لازم تكون مركز مع جدك، روح وانا هستناك. وفعلا بيروح وبيعدي وقت طويل جدا ولما بيرجع جانج بيلاقي شين مستنياه، ولما بتشوفه مش بتكون مصدقة نفسها وبتطير من الفرحة وبيطلع لها الدبلة والتوينز عشان يطلب منها الجواز، وطبعا هي بتوافق على طول وكلنا وشنا بيطلع قلوب في اللحظة دي واحنا عمالين نتفرج عليهم واحلى كابل في الدنيا اخيرا هيتجوزوا. ومع القفلة الرومانسية دي بيخلص مسلسلنا النهاردة. لو عجبكم ارجوكم اعملولي لايك لانه بيفرق معايا جدا جدا، واكتبولي في الكومنتات كمان ايه المسلسلات اللي عايزين نلخصها واحنا عننا ليكوا، وما تنسوش طبعا كل مرة اقولكوا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الجديد اللي جاي، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.